المقدم محمد مطر، ضابط في لجنة التواصل في المجلس العسكري. اليوم بتاريخ 28/7 تم عقد اللقاء التشاوري الأول لقوى الثورة، وتم هذا اللقاء بحضور فعاليات من العشائر ومن النقابات ومن الكتل السياسية والثورية. تم عرض أفكار حركة التحرر الوطني لجميع من حضر في هذا اللقاء، وتم بناء فكرة للجميع عن حركة التحرير الوطني. حركة التحرر الوطني دعا إلى تشكيلها المجلس العسكري، ولكن لا يعتبر وصي على هذه الحركة، ولكن يعتبر داعم لها. الجميع متفق على الهدف وعلى المصير بدعم حركة التحرر الوطني من أجل إسقاط عصابة النظام وإجرامه ووضع حد إلى معاناة السوريين. أيتها الحرائر، أيها الأحرار، نحن أصحاب حق وأصحاب ثورة شرفنا الله بها. أنا اسمي حسين شيخو كالو، من أهالي منطقة عفرين. أنا أصلي كردي، ولكن أنا إنسان سوري بمفهوم عدم التمييز في سوريا أن كان عرقيا أو مذهبيا.